محاضرة وبهن وبدأ أن تتشرف بجانب تربية التلفظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أساتذة البررة رقيب الوقت سيدي ورسول الله طلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمي كفاية السلام فصل الرابع الإدارية، فموقفي في هذه المشبكة هي أفضليات المعلم على الوالدين. وقد نقال في الموضوع دعاه الورث المعلم على قدر طاقته، فالمعلم هو الذي يعلم ويعلم، لأنه قيل فاقد شيء لا يؤتيه. فالمعلم أيضا سبب إيجاد المرء العلم والعلم زين ودليل الفتى. فالمعلم أيضا إنما هو مرب الروح إنسانا، وقد قيل وأنت بالروح لا بالجسم إنسانا. فالمعلم أيضا كان من الشهداء الثلاثة الذي شهدوا بوعدة الإلهية. أيها المستمعون الكرام، وقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قيما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقالوا شاعر. إن المعاني والطبيبة كلاهما يا أثناء إلقاء المحاضرة لا حاجة لنا إلى أي نقل. اقرأ قراءة نسبية. إن المعالم والطبيبة كلاهما لا نقل. نعم. فضلي. كاني قراءة. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصعان إنهما لم يكرما. بهذه معرفة تجدوا أن المعلم مراد الروح، والوالدين يتكفلون بالجسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. يعني إن شاء الله إذا أحسن هذا منكم سنعذب عذابا شديدا، عذابا لله وعذاب عاد من فضل إن شاء الله. أصلا من كفر لكن وبيني وبين سمعته ولكن ما يعرفه لكن وضع فيه بشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتم الشكر والثناء للذي فضل الوالدين على كل شيء سواه ورسوله طبقا لقوله تعالى بعد استعاذة وبسملة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والصلاة والسلام على رسول الأنام القائل في قوله: جنتكم تحت أقدام أمهاتكم. أما بعد، فإن أصدق القول أن نستمع أقول أمامكم الآن ليبين لكم ما فيه الإبهام على أن الوالدين أفضل من المعلم، وقبل الاستمرار أود أن أوصي لكم الوالدين معنا. الوالد هو صاحب الولد ويتولى كل الأمور من تربية ورضاع وغذاء وكزاء.
وكل من يتعلق حقوق والد على والده منذ ولدي حتى يتم النمو والذين يفعلوا أولى الخطوات المذكورات التي شافوه في الاستواء إذا لولا الوالد لو يكون الولد ولد لا يتم المعلم الذي يرشد أن يعلمه فأكبه أوله أن هذا الأمور واسع لكل حراج آيات كثيرة التي تثبته وكذلك أقول الرسول صلى الله عليه وسلم منه أقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وحمل الحلوان وفصاله في حملين أن شكر لي والديك إلي المصير. والله يزيد الرسول أيضا قائلا حول هذا لما سأل الرجل أيها الناس أقل بيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك. فالانتباه إلى هذا الحديث أدري أن النبي ذكر أدنى مما أقول شاعر والوالد. إلى الفرقة الثانية نوثق أخشوك مقدرة الصوت إلى محاضرة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبادنا المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. المعلم أفضل من الوالدين. وقال تعالى في القرآن الكريم ومن الناس بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والجواد والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال حديث النبي القدر العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب. قول الحكيم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدي بها في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم أوشكي أن تدل الوداد. وقال أيضا أوصاف العلماء ثلاثة: أولا بهم يعتدي في ظلمات الشرك والكفر والمعاصي. ثانيا هم زينة الأرض وزينة الدنيا، هم رجوم للشياطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعود إن شاء الله إلى حقيقة الأولى نستمع من ما في حجتنا الفائقة بدون إمآل. عضو محاضرة
الأخيرة إن شاء الله لتفضلي إلينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الوالدين أفضل من المعلمين. الوالدان أفضل من المعلمين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بالوالدين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في الأمين أن يشكرني ولوالديه وقال الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بالبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أبوك. قال سيدنا علي كرم الله وجهه بر الوالدين السلام. السلام عليكم. سلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقدرته تعالى نتشرف إلى الحلقة الثانية إن شاء الله أبدأ محاضرة آخرة لكي تتفضل علينا وتأتي بما لديها من الحجج التي تريد أن تحظي بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل المعلم على الوالدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. إن المعلم أفضل من الوالدين. المعلم دليل التلاميذ إلى ما يكون به كماله من العلوم والمعرفة وإيراد روحه. لقد رفع الإسلام شأن المعلمين وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دار المعلم في تعليمه هو دار أساسي ومن جر نعود به لا يمكن الحديث عن أين نقول في تعليم مع ما أنفق عليه من مال وحيه الله من أسباب. وقد خرج تعليم منذ عشرات قرون علماء كبار دون توفير كثير ممن هو موجود الآن لأن المعلم كان موجودا بعلمه وخلقه وسموه وهو مرب ومرشد ومبلغ ومرشد وداعي إلى الخير. إن المعلم يستحق كل احترام وتشحيح عين احترامنا له هو في حقيقة احترام للعلم الذي يعمله واعتراف بسمو الإنسان الذي يمنى التعليم في نفوس ثانية. وشرط عن في العلماء والمدرسين من الأشياء لمنتشرات بين طعن على نحو وعسي ودار أي ردان لأن من علمك عرفا مما يحتاج إليه في دينك فهو أبوك في دين.
وقال علي كرم الله وجهه أنا عبد من علمني حرفا واحدا إن شاء بعين وإن شاء اعتق وإن شاء استرق. وكثير من الآباء والأمهات يتصدقون ما يقولون أبناءهم وبناتهم في معالمهم ومعلماتهم ومعلماتهن وأنه مهما كان شأن فإنه يذل معلما ويذل صاحب فضل يستجيب الشكر لانصراف كما أنه ينبغي أن يدرك استقاط لمعلمين من عيوب طلائهم يعرفهم من النماذج يتقوا بهم وهذا يعرضهم للضياع. الوالدين لا يمكن تحميل معايب تواجه المعلمين من الأطفال والمعلم أيضا بناء على الأطفال على وماذا ما سمعنا أو وعينا من هؤلاء المحاضرات لابد أن أسلم مقدر الصوت فقدرهما بعد أن قد وعينا الأقوال والحجج الساطعة والبراهين القاطعة من الفرقتين إن شاء الله ولدنا استماع الكلمات أو الحجج من شخصين اللذين سيقومان للفرقة الأولى والآخرين سيقومان للفرقة الثانية بحججهم الساطعة والبراهين القاطعة. ومن وجد ذلك فليخرج بدون الإملاء لأن الوقت لا سمح لنا بماذا بالإقامة. ẹni tó bá fẹ́ dúró fún méjèèjì ẹni tó bá fẹ́ dúró fún pé òbí lọ́lá ju olùkọ́ lọ kó máa bọ̀ èèyàn méjì ẹni tó bá fẹ́ dúró fún pé olùkọ́ lọ́lá ju òbí lọ kó máa bọ̀ èèyàn méjì pẹ̀lú gbogbo èdè tó bá wọ ẹ̀ fún sọ̀tàn láti fáfọ̀t náà tafọ́tọ̀. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فضل آدم وآدرس الأولى المعلم أفضل من الوالدين. المعلم يعلم الإنسان ما لم يعلم في الدنيا والآخرة. الملك الجبريل أول ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيف يعيش في الدنيا والآخرة لولا المعلم أن يشكر على الوالدين بالإحسان لولا المعلم ما يقدر على الوالدين بالتواضع لولا المعلم ما يفهم دروس توحيد. وقال الشاعر معلمنا عليه لا تتغنى. وقال الشاعر معلمنا ليس بناس يزوم تودعتكم بالدعاء فيرفعون تودعتكم بالدعاء فيرفعون. الله خير. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nípa tí ọlọ́dún sọ̀rọ̀ nípa olùkọ́ àti òbí ní kí àtọ̀dọ̀ ní òbí ní àpọ́nlé ju olùkọ́ lọ. nígbà tí ó pọ̀ àkọlù lọ́rọ̀ tá a lọ bìlọ̀ bẹ̀rẹ̀ nígbà wọn bá ṣe fi lé wa nínú àlùbẹ́rà onílẹ̀yìn bí ẹ bá ṣe ẹ̀mí ọmọ wọn bá tán. kí ni nọ́ọ̀sù Kùránì sọ ní ká nọ́ọ̀sù Kùránì tó bá sọ lábá ó sọ nọ́ọ̀sù Kùránì lórí yá. ó ní tí ẹ bá ṣe ẹ̀mí ọlọ́run bá tán
tí ẹ bá ṣe pé mi ìbá bá láṣẹ kẹ́ ẹ lọ máa sin àwọn òbí yín lórí ìfẹ́kẹ́ mú ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú ìní ọlọ́wọ́n bá. ààrẹ kan náà àwọn alákọ̀ọ́kọrin nínú tíra onáṣẹ́ tó fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wàlúwàlú dé ní ọ̀la tẹ̀lé ààrẹ mọ́rù abadan kọ̀débà bá yẹ ká sọ̀dí ránṣẹ́ ìlànà fàtí kọ̀dítọ́nà máa ń ṣe láti fi wáyé àmúnà àwọn máa àríkà wàhínú láàyè lọ́tànà nípa tí òbí fẹ́ ríire fún ọmọ tó olùkọ́ni kó kọ́ ẹ òyànjú ó kù sọ́wọ́ ẹ òbí á máa lé ríire fún ẹ òbí tí ò bá bí ẹ sáyé ò lè rí ìrántán lọ fún ọ̀dọ̀ olùkọ́ ojú tí ó ń mú lọ sí tó ní kẹ́kọ̀ọ́ náà òbí náà ní í ṣe fún ẹ tó bá ń lọ ilé ilé òbí ní wọn kìláṣí láti máa rí owó tíà tó bá ń lọ sí ilé ẹ̀kọ́. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أمامكم لاني أستهين فضل الأساتذة إنما لكي تكون كلماتي حوارا ونقاشا وسباقا فقط، وأنا أسوق سفينة الحجج والبراهين إن شاء الله بالفرقة الأولى، الفرقة التي أقرت بحججها أن الوالدين أفضل من المعلم. فأقول بما قررت من الشيء قلت جزا الله المعلم جل خير وأطول خير للولاد فضلا بسبب الوالدين نصير طلبا بدون طلاب صار المعلم غفلا. بقاء المرء ينتج دور علم وفاة المرء ينتج صفر عدلا. فلولا الوالدان لما رأينا أثار العلم قط ثم بذلا. نجابة طالب فوز المعلم وظفر الوالدين جل صدقا. وفقد الوالدين يضيع أجر المعلم يا له هونا وخذلا. فإن الوالدين وسيلة يا أخي لمعلم في الدرس حملا. وسيلة واجب صحي لا واجب لا قاعدة فخذها ليس غفلا. قلت أن كما قرأناه في أصول التشريع وفي أصول الفقه أن كل ما يتوصل به إلى إقامة الفرد يكون فردا. فطالما وعينا وسمعنا وعلمنا غاية المعرفة أن عرفان ربنا سبحانه وتعالى واجب على كل إنسان، لكن بدون بفقد الولادة لن يكون الإنسان مكلفا، وبعدم تكليفه ليس عليه، وبعدم الولادة لن يكون الإنسان مكلفا. وإذا لم يكن الإنسان مكلفا ليست له دراية وليست له غاية إلى أنه ود أن يتعلم. وإذا لم يكن تعلم في ماذا بصرفه نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ìdí sì ni pé ọ̀pọ̀ ọmọ ló ti ya gbogbo tó bá ti fún òbí náà lọ tí wàá sí ìwà àti kẹ̀kẹ́ láwọn àlejò àwọn ọmọ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أمامك أجمع فرض الوالدين والمعلم، وما زلت أقيس كل فرد أو أعطائه كل منهما. ولأجل هذا فوجت هذا الشعر تابعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قلت كلكم راع على ما ضمنه وسؤال عنه لا شك يكن منه حي أو جماد تبه. يا أولي الألباب يا آل العقد واشتروا آخركم دون الدنى
إنما الدنيا كنجم قد أفد ابنكم زينتكم إن تبصروا طيبوهم جددوهم للفقر لكم حق على أولادكم ولهم حق عليكم للزلل علموهم دينكم كي تنجحوا ليقيموا بعدكم دون الفشل صنعة لا تغم فيها كسلا هم غداكم فاستعدوهم جلا نوروهم عقلهم لا تكسلوا لإصلاح الشخص والعام النفس باقيات صالحات أفضل عند ربي هبة هذا المثل فاقتدوا سيد الوغى منجدنا تسعدوا ربحا إذا الأمر اعتقل سبحان ربك. هذا نسوق إلى اجتماع نتيجة لابد من رجوع مكبرة الصوت إلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ونحن أجمعين. أما بعد فمحور الكلام بالنسبة لهذا اليوم هو أيهما أفضل هل الوالدان أم المعلم؟ والذين قالوا لأن المعلم أفضل من الوالدين لهم حجتهم والذين قالوا لأن الوالدين أفضل من المعلم لهم حجتهم أيضا. لكنني بالنسبة إلي وأنا أتفق وأميل مع الذين قالوا لأن الوالدين أفضل من المعلم. حقا للمعلم دور وشان كبير لا ينهار به في حياة الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية لأن المعلم مربي الروح. لكن مع ذلك والوالدان انت أفضل منه لأن الوالدين هما سبب وجود الإنسان في حياة الدنيا. تبقى يبقى أفضل منه tó yà ń bàbá sì máa tọrọ àti ó lè kárí gbogbo àwọn kéékèèké tí mo dábàá tẹ́mi sáà sọ ni pé èmi ó wà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n sọ yìí pé òbí tó bí wa ó lọ́lá ó sì lágbára àwọn tí wọ́n kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ lọ lóòótọ́ àwọn afọ àwa ní olùkọ́ náà mí ìdíje pé àwọn afọ àlejò tó nìkan fún ẹ̀yà wọn kékeré gbogbo ẹ̀ tó sàkóyàn ní nǹkan. nínú ayé ó ti gbà lágbè. àmọ́ ìjẹ́ mi fi gbà pé àwọn tí wọ́n fi wà wọ́n lọ́lá jà fún ọkọ̀ wa lọ ní pé tí wọ́n bá dúró wá sáyé ẹni tó fẹ́ kọ́ ìfẹ́ pọ̀ tí o bá tẹ̀ ṣọ́ láàyè lọ sí ìtàn àti gbogbo ń tẹ̀sán àti gbogbo ń tẹ̀sán wọn nígbà tá a fi wọn sáyé náà ni ẹ̀ ń wọn wọ́n. tí ọlọ́run ti bá bá wà á rẹ̀ lẹ́yìn tí ọlọ́run bá kó lápá rẹ̀ tọ́kọ́ bá àwọn tí wọ́n bí wa lókù tí ọlọ́run bá tó kọ́ lápá. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. kì í ṣe olùkọ́ lọ́wọ́ dárúkọ níbi tí ọlọ́run ti ń gbé ìdọ́kalẹ̀ kí nítorí àwọn fáwọn mi tó ń ṣe sọ̀rọ̀ níbi ọlọ́run ti ń gbé ìdọ́kalẹ̀ láàárín ìsìn ọmọ tó bá ṣe òbí ẹ̀ ṣe tó ti bàbá ọlọ́run tó ń kalẹ̀ fún lẹ́yìn kọ́ lálẹ́ wá lè dẹ́ òfin lápùmọ̀ àtàlẹ́ dáná dáná ọ̀rẹ́dì àkùnrin àti àná ọ̀rẹ́dì wọ́n yẹ fún àmì mi kọ́bìlì ọlọ́run tó bá ṣe ṣíọ̀ sí ẹ̀ àyọ̀ abẹ́ ọlọ́run ṣe pèlè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́ka ṣe àmì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nínú àyà tó máa rí bẹ́ẹ̀ látara wípé òbí kọ́ wọn lọ́lá lẹ́nu tí wọ́n lu àwọn tí wọ́n kọ́ wa ní ẹ̀ka lọ wàhálà ọ̀gbìn ìfọ̀sẹ̀lẹ̀ ìfọ̀sẹ̀ ọ̀yà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم أن يصل الله الأرض وما عليها وهو خير الواقفين. فأنا أجب على أن المعلم أفضل من الوالدين، فلا يخفى أن الله سبحانه وتعالى قد فضل المعلم على كل شيء، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالنسبة ما أقول إن الله تبارك وتعالى يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا اعتبرنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم العالمين، وبذلك أنه قام مقام المعلم للدنيا، لأنه سبحانه وتعالى فضل رسوله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وإذا انتبهنا إلى هذه الآية الشريفة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله سبحانه وتعالى شهد، والمشاهدة في هذه المكان يعني العلم، ما أقول العلم تارة يأتي على معنى العلم. لهذا يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيضا ومن شهد منكم شهرا فليصمه، أعني ومن علم منكم شهرا ومن وجده ومن رآه، لأن الله سبحانه وتعالى فضل رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك واعتبروا باسمه أن أولو العلم. وفضل العلم كما عرفنا فضل العلم واجب علينا والمعلم واجب علينا، وفضل الوالدين لا يخفى على كل واحد بأننا لابد أن نعظم ونفضل آباءنا وأمهاتنا على كل شيء، لكن إن الله قد فضل المعلم على الوالدين. لذلك قلت أعظم وأفضل ما فضله الله، لأنه سبحانه وتعالى يقول أيضا ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. إذا فضل الله سبحانه وتعالى المعلمين على الوالدين، وفضل الوالدين لا يخفى على كل واحد منا أننا وجدنا وعرفنا بأن للوالدين فضل وللمعلم فضل، ولكن ما نحتاج في هذا الجوار فهو أن نتفكر التفكر الواسع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لا كي لا يكون تمام الفائدة. يا لا يتم كي يولي كاري تابعني كي أوتي أن صلاة الله. وأنا نبي الله تي الله إنجيل أوبي لولا يجوا olùkọ́lọ́ àbí olùkọ́lọ́ ní ọlá ju òbí lọ. Ní tí ọkọ̀ fún afẹ́ nìkan lọ́wọ́ ní pé òbí ní ọlá díẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ gbé fún wọn tá a gbọ́dọ̀ kóyàn kéré. Lẹ́gbẹ́ ká tó la tètè fẹ́ wá sí ibi tá a ti fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ afẹ́sẹ̀ gba afẹ́jà o òbí náà ni wọ́n máa mójútó wa nípa jíjẹ nípa mímu nípa lílọ àti nípa bíbọ̀. Tàbá wá gbé yẹn sẹ́yọ̀ kan ní ìdàkejì ọ̀rọ̀ láta máa fún olùkọ́ tí ń kọ́ wa nítorí pé òbí tiẹ̀ ẹ̀mí lòun fẹ́ rè, ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ olùkọ́ wa ìyẹn fẹ́ rí ọkàn ló wá dáa ju káàrí nítorí ọkọ̀ ló fẹ́ lọ́la ju káàrí kí ni ò káàrí ẹ̀mí lọ. Ọlọ́run bá nígbà lọ́wọ́ adékọ́ra ẹgbẹ́ iná ńlá àdádájú ṣẹ̀yìn ńlá àdádájú wọn lọ́mọ ọba òun ṣe ṣẹ̀yìn ńlá o anáwó ilá ìlà o dádájú wọn lọ́mọ ọba òun jẹ́rìí sí wípé anáwó láìlá dádájú wọn lọ́mọ ọba òun jẹ́rìí sí wípé kò sẹ́lòmíì àfọlọ́mọ ọba wálé màláìkà lẹ́yìn pàtọ́lọ̀ ń dákọ̀ ara rẹ̀ tán ó dákọ̀ màláìkà kò wá fi nǹkan kò wá sọ pé wálé wálé dé náà kí n tọ́lọ̀ fi sí wà ó lè ilm àtàwọn tí
nípa tọ́lọ́mọ wa pé tí ò bá ṣe ọlá mímọ̀ ni ó ṣe ká sí pé èmi àti ká sùn lókùnkùn ó ṣe ká sí pé ká yàgbẹ́ tán ká mú ìtọ̀ka ti tábà sọ hánàbọ̀ kíkà ọ̀bẹ̀lẹ̀ ìgbà tàwọn yẹn sì fún ọ̀sẹ̀láwọ̀ ẹ̀ ọ̀sẹ̀ إن شاء الله بقي وجود مكون ومكبر إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي هدانا له وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أولا نشكر للمدرسين الذين وقفوا وأوقفوا حياتهم وقدموا معايشهم وحياتهم خدمة للإسلام والمسلمين نحو تربية أبناء المسلمين العلوم الإسلامية، وكانوا يبذلون أيامهم ولياليهم نهارا ليال ونهار ليل نهارا للتدريب وتهذيب وتأديب عقولكم ونفوسكم عبادة وتعلما وتدريسا وتربية نحو الإسلام والقرآن ونحو سنة الرسول رضوان الله تعالى عليه وعلى صحابته. Aki àwọn ọ̀bárin tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun taratara lórí pé yóò lè dá kọ́ọ̀mù lè dá ọkànkan tálùkùrá nìkan wà. Wọ́n lo ọ̀sán wọn àti òru wọn láti lè fi tán ayé tí ń ṣe. وإن كان لنا أفضل شيء من الذهب والفضة نقدمها لأحد فأولى من يقدم إليه الهدايا والعطايا الأساتذة والعلماء. ولكن كما كان الزمان وكما كانت الدنيا كان الناس جميعا يدبرون عن الأساتذة والعلماء ويدخلون عن حقائقهم وواجباتهم. وكما تعلمون أن الأساتذة والعلماء هم سبب ووسيلة وطريق وسبيل إلى نجابة الولد ونجابة الأبناء اليوم وغدا. gbogbo alama yìí gbọ́ àwọn afáàṣẹ wàhálà àtàwọn olùkọ́ lápapọ̀ wọ́n gbọ́ ní kẹ̀kẹ́ tá a bá fún wọn tó fi góòlù àti dáímọ́ǹdì lọ ìṣẹ̀lẹ̀ àbá fún wọn nítorí kí ni pé àwọn náà ní ọ̀la òní àti ọ̀la fún àwọn tó ń bọ̀ náà. حقيقة وصدقا وحقا الآباء والأمهات هم الأساس التي منهما أو اللذان منهما تبرز الأبناء والأولاد إلى قيد الحياة. وقد بذلوا حياتهم أولا قبل الأساتذة والمدرسين وبذلوا كل أقصى جهودهم للولادة من حيث النكاح والزفاف
ومن حيث الإطعام والإكساء والإسكان ومحافظته ومراقبة صحة الولد من حيث الولادة والطفولة والشبابة إلى حد أن يكون الولد تقدم إلى المدارس وله أفضلية في ذلك. Mesti méjì pé bàbá àti ìyá náà ní foundation gbèsè ayé ọmọ ẹnìkan ò lè bá wọn lò. Àwọn náà ní dírẹ́fà àti ọkọ̀ tó gbé ọmọ wálé ayé. Wọ́n ṣe wàhálà gan-an kan tó fẹ́ra wọn. Wọ́n náwó lára nígbà wọn fẹ́ra wọn tán. Wọ́n ṣàmójútó gbígbé, wọ́n ṣàmójútó mímu àtàsọ̀rọ̀ àti gbígbé. Àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ débi tí olùkọ́ mi lè rí ọmọ kọ́lẹ́kọ̀ọ́. Bàbá wo ìpìlẹ̀ iṣẹ́ àwọn òbí ní ògbó ẹ̀. ولكن إذا نظرنا إلى الخواتم والنجابة تكون الأفضلية والأولوية للأساتذة والمدرسين الذين هم سبب نجابة الأولاد وصلابته وعبقريته وعلو مقامه حتى يشار إليه أنه ابن بار ابن صالح إنسان كامل إنسان في إنسانية المثلى. àwọn ló fẹ́ jẹ́ kí bàbá wọn jèrè ọmọ rẹ̀ tí òfin ní sòfò pọ́pọ́pọ́ tí òfin ní pàdánù títọ́tọ́tọ́ tí òfin ní sọkúngbẹ̀yìn gbọ́dọ̀ ọmọ òun ni mo bí nípa kíni títọ́ wíwò tí wọ́n tó wúlò fún ara rẹ̀ láti lè pè ní èèyàn nínú ayé láwọn kan bẹ nínú ayé ayé ni wọ́n rẹ̀ sẹ́yìn. Ọlọ́run kẹta wọn fẹ́ wá fún ayé ni òṣìṣẹ́ ní àárò ẹni tí wọ́n lọ tí mo ní òṣìṣẹ́ ní àárò ẹni tí wọ́n lọ ni wọ́n. Kọ́kọ́ ni pé wọ́n máa ń bẹ̀rẹ̀ tí àwọn ìláyé wọ́n máa tọ́ka ní pé èèyàn tuntun ní èèyàn yóòyàn tí kì í ṣe èèyàn fúnyàn. Àbá ní òṣèré kíkà ní òṣèré. قد لا يكون للوالدين فرصة ومكانة التربية بحيث يجلب المال يذهب هنا وهناك لكن الأساتذة والمدرسين قربوا أيامهم وشغلوا واشتغلوا بحياة غيرهم من حيث وقع الأستاذ يكون كذلك حتى إلى الأبد وعلى يديه وركبتيه ومنكبتيه يرقى الأبناء إلى المعالي الأعلى. ojú kan náà ni ṣíṣe ojúkú tí gbogbo ọmọ ọ̀gbìn kọjá àtẹ́lẹwọ́ rẹ̀ àti kún àti ìjìká rẹ̀ ni wọ́n gùn tó wọ́n ìkọ̀kì nìkan náà ni ó wà. ètò di pẹ́sẹ́ǹtì yóò dà ètò di gọ́ọ̀nà yóò dà ètò di ṣéwù yóò dà ètò di ìmọ̀mù yóò dà. إذا كان للأساتذة والمدرسين حظ وافر ربما قد يذكرونه بخير وربما لا يذكرونه سبحانه. ولما نتيجة يعرفه صغيرين ولا يلف عنه صلاة كل يوم نتيه يتوقع من كمان نتيه ما خلاص نتيه كوا يدوك أجمع من ده وكل جوا ولا يدوك سلامنا وما نسي كم نسي بودا وتدي كورنا وتدي كل لا يكون لوكي. وإن ذلك يذكر دائما آباءه وأمهاته يرجع إليه خصوصا دائما بفتاته. لذلك كانت الأفضلية والأولوية من ناحية التعب والمشقة والنصب. نبقى هو هلا كم شيء يوفي كفر لكم يكون تونيرين torí pé ọ̀sán wọn òfin náà ni gbogbo wa
òbí ẹgbẹ́ tó lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ tó wá ọ̀kẹ́rẹ́ bọ́kọ́bọ́kọ́ kò sí bàbá mi tó pùsẹ́ kò lè rí ìyá mi tó pùsẹ́ ó lè má ra ti jíjà rẹ̀ lọ láyé ó lè má ra ti àbá rẹ̀ lọ láyé. àmọ́ yóò rántí bàbá rẹ̀ díẹ̀ tó bá gba tí ó dàtọ̀ ẹgbẹ́ pẹ̀lú ló gba tí ó dàtọ̀ tí ò ní rántí àbá rẹ̀ àwọn sì ní wà sí láàrin. كذلك كان القرآن الكريم يفضل ويكرم ويبجل الأساتذة على الآباء وكان الأستاذ الرواسي الأساتذة أيوة ونعم فعل ذلك حتى يكون النافع لكم والنافع بعضكم وقل عينه أما عمر tí a fẹ́ ká àwọn ẹ̀yọ́ mẹ́ta ṣe ṣe ń bọ́ sọ̀rọ̀ òṣèré pé òfin kọ́ ọ̀rọ̀. apáyọ ní tí òfin ní ọmọ jìnnà tí ọba jìnnà ó sọ fún tóun bí lọ́rọ̀. ẹjọ́ wájú ó jiná olùkọ́ ni torí bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rá yìí ọmọ lẹ́kọ̀ọ́. àwọn ọ̀rọ̀ síbi tó ń kọ́ ẹ̀rìn sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní mọ́tàbà àlọ́rù lẹ́yìn táwa ń bẹ̀ yín lẹ́yìn táwa ń bẹ̀ yín lẹ́yìn ọba tó dá wa àwọn onímọ̀kà àlàmbìyá wọn náà sẹ̀lú àwọn onímọ̀kà. àwọn ẹ̀sìn mọ̀láyìíkà wọn àwọn ẹni wọn máa tòkìláyà kúrò náà láyà sọ́lábù wàláyà nàmú wàláyà yókùtìbù náà láyà sùnà bá àmà àmàlà wọn wọ́n fọ́ àdúrà bá yóò màmú. ومن بعد الملائكة ثلاثة الأنبياء فهو النبي باعتبار المرتبة والنور والعلمية قد تقول قد يموت ملئه بيكون أو النبي لك عليه الملائكة هذا هو الجزء ومن بعد الأنبياء والمرسلين ثلاثة العلماء لأنهم ورثة الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم والنور الإلهي الرباني كانوا ما يتبعوا فيا النبي يطغى أو أفعله تولي أولا باسي النبي سي kò tí ì sí ìwòye sí àwọn òbí ń bẹ̀rù. lẹ́yìn àwọn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ọlọ́run ta ló ka àwọn àbá àwọn olótó kan ní òkú lọ́dọ̀ ọlọ́run òkú àwọn àlùfáà àwọn nọ̀sà àwọn sọ́ọ̀lẹ̀ ọ̀ ètò kan wò. ọkàn àwọn àṣìlọ́run ibẹ̀ láti yí pé míndínlẹ̀ àbá wọ̀lọ́mọ̀ náà sáré bàbá nàbí Ibrahim wà ibi ní bàbá náà lọ́wọ́. ẹnu bàbá náà wọ́n bàbá nàbí Ibrahim ètò wọn sọ fún àwọn ọgbẹ pẹ̀lú Ibrahim tóbi bàbá lọ lọ́tọ̀ ọmọ náà nìkẹ́ ọmọ lọ lọ́tọ̀ ọmọ mbẹnu nù bàbá mbẹnu sọmọ ẹgbẹ́ yìí sẹ́nu bàbá náà làwọn afọlọ́lá ju àfa lọ ní bàbá báwọn. bẹ́ẹ̀ àwọn òkú pọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀ látara ọmọ wọn gan wọ́n ti wọn ná tó mọ̀ gbọ́dọ̀ fọlá bàbá rẹ̀ tọrọ bẹ̀rù bọ́lọ̀ wọn bá tó wọ àlùbáríkà ọmọ mọ́ bàbá ńlá lókù nínú ìyá ìmọ̀lẹ̀ ọlọ́run wòlé ọlọ́run lẹ́yìn àwọn ànábì àwọn àbá lẹ́yìn àwọn àbá ọkà àwọn wòlé lọ́yìn mi jẹ́ wòlé ti ń sàbá tàbí sọ pé ó bá àwọn àṣìlọ. alábìlẹ̀ sọ ọ́ ọ̀rẹ́ sẹ́yìn olùkọ́ ní kọ́ọ̀nì sẹ́ńtírì tó dáa jù.